السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنزين مع بعض تزيين سهل جدا وبسيط جدا وتصميم من اختراعي، يا رب ان شاء الله يعجبكم. انا بحب جدا اخترع وابتكر في التزيين وما بحبش ابدا اكرر تورتاية انا عملتها، فعلشان كده هتلاقوا عندي تزيين كتير جدا لتورت مختلفة. بحب جدا ان انا اغير وابتكر في التزيين، وكمان يكون لكل واحد تورتاية خاصة بعيد الميلاد بتاعه وتكون مميزة ليه هو وبس. فيلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنزين التورتاية القمر دي ازاي مع طيب بعض. عندنا أول حاجة أنا استخدمت للكيك كيلو من الدقيق وعليه 12 بيضة، يعني معاكي من 10 ل 12 بيضة. تمام، ده مقادير الكيك علشان تطلعي التورتاية المقاس ده. طيب بعد كده بقى بدأت ان انا اقسمها لاربع اجزاء. انا عملتها في صاج طويل وقسمتها لاربع مستطيلات. تمام. بعد كده بدأت ان انا بقى احشي الحشوات يعني بتاعتنا اللي هي مربى الحليب، بيبقى طعمها حلو جدا في الحشوات. انا ما بعرفش اعمل كيكة من غير حشوات، يعني لازم الكيكة تكون محشية عشان يعني طعم الكريمة. في ناس اصلا ما بتحبش الكريمة، فلما التورتاية تكون محشية فده هيدي طعم احلى بكتير للكيك. فكل طبقة بحشيها بحشوة مختلفة عن التانية. اول واحدة عملتها مربى الحليب، تاني واحدة عملتها بالنوتيلا وتكسير كده من بسكوت الاوريو، تالت واحدة عملتها اللي هي الفراولة، بصوص الفراولة. بس كده حطيت بقى الطبقات زي ما شايفين كده معايا. بدأت ان انا بالسكينة دي ببتدي ان انا اساوي كل الاطراف بالشكل ده علشان تطلع متساوية معايا. تمام كده. ظبطت بقى كل الاطراف بالسكينه الحاده دي، وبدات ان انا اجلسها التجليس الاول، وهو بتاع حبس الفتافيت. زي ما اتفقنا احنا عملنا مع بعض كذا تورتايه قبل كده، وقلت لكم ان اول طبقه دي بتبقى طبقه حبس الفتافيت. بعد كده بدخلها التلاجة على الاقل ساعه علشان تمسك، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل الطبقه التانية. طبعا لازم تاخد وقت في التلاجة شوية حلوين يعني علشان الكريمة تمسك معايا. ولكن في اوقات طبعا بتبقى في استعجال، فبتبتدي ان انت تحطيها ساعة او اتنين في التلاجة، وبعد كده تبتدي تعملي الطبقة التانية. بس طبعا لو عندك مثلا اوردر او انت حابة تعملي حاجة لعيلتك، بتبتدي بقى من قبلها بكام يوم، يعني بحيث ان انت كل جزء او كل فقرة يعني فيها بتاخد وقتها علشان تطلع مظبوطة معاكي. بدأت ان انا اجلسها التجليس كمان اللي هو التاني، وظبطتها بالسكرابر كويس جدا. بعد كده مسحت بقى بالمنديل الحاجات اللي هي بتبقى زيادة، ودخلتها طبعا التلاجة تاني علشان تمسك معايا وتبقى كويسة جدا وجاهزة للتزيين النهائي. طيب حطينا التورتاية بتاعتنا في التلاجة علشان تمسك، وتعالوا بقى شوفوا الاختراع ده معايا. انا اول ما شفت الاختراع ده انا جبته على طول، لانه انا كنت شفت كذا تورتاية اتعملت بيه قبل كده، وكنت حابة جدا ان انا اجربه. فاول ما شفته قدامي ما ترددتش لحظة، يعني جبته على طول. جبت كمان الوان الدست دي علشان اجربها معاه. هو بيجي فيه يعني 4 انابيب علشان نحط فيها الوان مختلفة. تمام، وفي فتحة صغيرة كده ده اللي بيخرج منها الألوان. تمام. طيب هنبتدي بقى نحط الألوان بتاعتنا ونشوف هنستخدمه ازاي مع بعض. أنا هجربه معاكم لأول مرة أهو، وهنشوف بقى الطريقة بتاعتنا هتنجح ولا ايه. طبعا انتوا شفتوا النتيجة في النهاية، في بداية الفيديو يعني شفتوها كانت عاملة ازاي. فيا رب إن شاء الله تعجبكم. فانا كنت لسه بجربه يعني معاكم وكده، فحبيت ان انا برضو اشارك الفكرة معاكم.
جبت بقى التورتايه بتاعتي وبدأت ان انا حطيت فيه لون ذهبي واللون البينك، هستخدم الاتنين مع بعض. بدأت كده بالسكرابر دي، بدأت ان انا اقسم التورتايه. يعني انا قسمتها نصين، بس مش نصين اللي هو بزاوية، يعني عملت النصين بس بزاوية. تمام. حطيت بقى الدست اللي هو الذهبي الاول علشان يظهر معايا، وبعد كده بدأت ازود عليه بالدست اللي هو البينك. هو استخدامه سهل جدا والنتيجة بتاعته حلوة جدا، يعني عجبني من اول مرة استخدمته، حلو جدا. كده الشكل بقى واضح معانا اكتر. بدأت كمان احط يعني شوية كده من اللون في بالغطا بتاع العبوة، وزي نقط كده على التورتاية، فادت التشبيحة اللي هي دي بتاعت الالوان. هتشوفوها بشكل اوضح دلوقتي. اهو بالشكل ده عملت منها شوية بينك وشوية ذهبي، فادى شكل حلو جدا. حطيت روزيتات من مربى الحليب في النص بالشكل ده، طبعا ادت شكل جمالي وكمان طعم لذيذ. وفي الجوانب كده عملت بالشوكولاتة السايحة خطوط كده على الجوانب، طبعا ادت شكل حلو كمان للتورتاية. وبعد كده بقى هنبتدي نحط روزيتات من الكريمة. دي نوتيلا سايحة، حطيتها على الجوانب كده بالشكل ده. وجبت بقى الروزيتات اللي بالكريمة باللون البني ده، وحطيتها على الأطراف بتاعة التورتاية كده. عملت بقى روزيتات كبيرة وروزيتات صغيرة، يعني روزيتات أحجام مختلفة. وطبعا من الجوانب من تحت قفلتها بروزيتات كده بالشكل ده. وفي الجزء اللي في النص حطيت بقى النوتيلا السايحة بالشكل ده وفردتها كده في التورتاية. عملنا جزء بالنوتيلا والجزء التاني بالألوان، زي ما هتشوفوا بقى هنزينها لسه بعجينة السكر. جبت بقى قطعة من عجينة السكر وفردتها بالشكل ده، وجبت القطاعات اللي هي القلوب حجمين مختلفين، حجم كبير وحجم صغير، وبدأت أقطع كم واحدة من القلوب بالشكل ده. كده بقوا جاهزين معايا. بدأت بقى أجيب عيدان الشيش طاووق وحطيتها، ثبتها فيها، طبعا ما تبقاش باينة من ورا، يعني بحاول ان انا اخلي القلب ليه سمك شوية، وبدخل بقى العيدان بتاعة الشيش طاووق فيها، مش بتبان ولا اي حاجة. تمام. بعد كده بقى جبت التورتاية بتاعتي وبدأت ان انا اثبت فيها العيدان بتاعة الشيش طاووق. يعني هنخلي فيها حجم طويلة وواحدة صغيرة فأصغر، يعني بنخلي فيها أحجام كمان يعني. فقصيتها بالشكل ده وحطيتها بحيث ان هي تكون اوطى شوية من اللي وراها. وبعد كده بقى حطيت اللي هي بتبقى اقصر، ودي ما حطيتش فيها عيدان شيش طاووق خالص، حطيتها على الكريمة مباشر. بس كده بالشكل ده. يعني تزيين الجزء ده حبيت يكون تزيين سهل وبسيط، وحاسه ان هو يعني هادي جدا، بس في نفس الوقت في شغل، يعني تحس ان هو في شغل كتير، بس هو يعني طالع في النهاية هادي جدا. انا حبيت التورتية دي جدا. بعد كده كمان من تحت كده قفلتها بروزيتات من الكريمة وعليها مربى الحليب، فكان طعمها لذيذ جدا. حطيت شوية كده من فوق صغننين كده بالشكل ده، وكده خلاص التورتاية بتاعتنا تقريبا كده بتكون جاهزة.
وده بيكون الشكل النهائي للتورتاية بتاعتنا. يا رب التصميم بتاعي ده يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير وتزيين كتير ان شاء الله. محضرة لكم كذا تزيين لكذا شكل مختلف من التورت. ان شاء الله هتعجبكم، وكل تورتاية زي ما قلت لكم مختلفة عن التانية، لان انا ما بحبش ابدا ان انا اكرر تزيين. بحب كل واحد يكون مميز بتورتاية خاصة بيه هو لوحده. فهتلاقوا تزيين كتير جدا للتورت ان شاء الله الفترة الجاية. استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تعملوا لايك للتورتاية الحلوة دي. شكرا لكم، مع السلامة.